اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل النهارده مع بعض ان شاء الله عيش من الاحمر ده وعيش جمح. معايا هنا ايه؟ معايا ميه وربع كوبايه سمنه، ومعايا هنا ملح، معلقه ملح كبيره ومعلقه خميره ومعلقه سكر وتذكره بيكنج باودر. هنضيف الملح والسكر والخميره مع بعض. طبعا هنضيف البيكنج باودر وهنبدأ عجين ان شاء الله مع بعض. طبعا هنا هنضيف طبعا بالبيكنج باودر. انا بنحب نضيف على العجين بيكنج باودر عشان بيخليه خفيف وكويس، يعني نقلبوش يعني كويس في العجينة في الدقيق. الخميرة اهي والسكر هننزل بيهم طبعا الاول. هنضيف المية، وممكن يتعجن بلبن برضو عادي وممكن بمية حسب اختيار يعني. وهنضيف شوية سمنة ونخلي شوية الاخر عشان العجينة بس متمسكش في ايدينا وتطلع مننا طرية وحلوة برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزود المية بالتدريج، يعني مش بنبت العجينة خالص اهي، ملمسها طري وجميل صراحة يعني. زي ما قلنا دول 4 كيلو دقيق ماشي، عليهم معلقة سكر، معلقة ملح، معلقة خميرة، وطبعا وسمنة ومية. بس انا استبدلت يعني اللبن بمية، فلو كان عندي لبن صراحة كنت حطيت لبن. هنلم العجينة هنا خلاص اهي قبل ما تختمر ماشي. هنحط عليها كيس مشمع ونغطيه بغطا العجين. لما تختمر بقى هنقطعها ونعملوها مع بعض. رجعت معكم تاني بعد العجينه ما اختمرت، ملمسها ناعم خالص وجميله اهي. هنقطعوها بقى وبعد كده نطلع عند الفرن نخبزوها مع بعض. هنقطعها تقطيع على قد يعني خبز المكنه كده. بس يا رودي اسكتي. اسكتي يا رودي. ماشي يا ماما. هنقطعهم بقى ونخلصهم تقطيع وبعدين نرجع مع بعض تاني. اهوت العيش معاكم بعد ما خلصته.
وخبزته، ما جبتش بقى ايه تركت الخبيز بتاعته على الصراحه عشان كنت بنعمل لوحدي. واعمل كميه كويسه خالص معايا.